بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في وقت ما قبل الفجر، وقد بدأنا في القسم الثاني وهو قيام الليل والوتر، وما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا وقت صلاة الليل الأفضل، ونواصل. سيذكر أيضا تكرار للكلام المتقدم. قال: وهل يكون بذلك أدرك وقت النزول الإلهي وهو الثلث الآخر من الليل، أي إذا قام قيام داود عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الجواب نعم، يكون أدركه في السدس الخامس، وذلك حينما قسم الليل 6 أقسام، فإن السدس الأول والثاني يعتبر ثلث الليل الأول، والسدس الثالث والرابع يعتبر ثلث الليل الثاني، والسدس الخامس والسادس يعتبر ثلث الليل الآخر، وهو وقت النزول الإلهي. والذي يقوم الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدركا للثلث الآخر في السدس الخامس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى هذا الوقت كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق، فقال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال: وهو الذي أرشدنا إلى فضل الليل الآخر. هنا سؤال يقول: هل من يقوم في ثلث الليل، الثلث بعد منتصف الليل، تقدم معنا أن تقسيم الوقت يكون من قروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسمه نصفين. تقدم معنا أن مثلا الوقت الغروب في الساعة 26، ووقت الفجر في 55 دقيقة، أن نصف الليل الأول يكون انتهاء في الساعة 11:35 دقيقة، ثم يبدأ نصف الليل الآخر. هذا نصف الليل الآخر اجعله ثلث وسدس، النصف يكون ثلث وسدس، فثلث النصف الآخر يكون فيه السدس الرابع والسدس الخامس. تقسم الليل إلى ثلاثة أقسام، ثلث، والثلث ينقسم إلى قسمين، إلى سدسين: الأول السدس الأول والسدس الثاني، الثلث الثاني السدس الثالث، السدس الرابع، الثلث الآخر السدس الخامس، السدس السادس. الله عز وجل ينزل في الثلث الآخر من الليل كما سيأتي معنا. فإذا قام العبد سيقوم نزول الله في السدس الخامس والسدس السادس، نزول الله. فإذا قام العبد كما في حديث عبد الله بن عمرو كما كان داود عليه الصلاة والسلام سوف يقوم السدس الرابع والسدس الخامس، إذن سيدرك النزول الإلهي. قال: وهو الذي أرشدنا إلى فضل الليل الآخر بأن فيه نزولا يليق بالله جل وعلا، فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى، أي بين حديث عبد الله بن عمرو أن العبد يقوم كما كان أفضل قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. سوف يكون أفضلية قيامه لليل كما في هذا الحديث، وأيضا يدرك النزول، فيجمع بين الحديثين. قال: فمن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية في الأفضلية، فيقوم في الثلث الآخر من الليل، أي الثلث الآخر يكون السدس الخامس والسدس السادس، لا ينام بعد
بعد ذلك، لا ينام. هذه المرتبة الثانية وسيذكرها. قال: وملخص الكلام أن الأفضلية في وقت قيام الليل على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن ينام نصف الليل الأول، ثم يقوم ثلثه، ثم ينام سدسه، كما مضى، كما هو قيام من؟ صلاة من؟ نبي الله داود، كما هي صلاة نبي الله داود. وقد قال النبي: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. قال: ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي تقدم قريبا. قال: المرتبة الثانية أن يقوم في الثلث الآخر من الليل، آخر ثلث من الليل، آخر ثلث، لا ينام بعد ذلك، ينام الثلث الأول والثلث الثاني، ويقوم الثلث الآخر، ويقوم في الثلث الآخر. قال: ويدل عليها، أي على هذه المرتبة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه وسيأتي يذكره في المرتبة الثالثة. قال: فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل انتقل إلى المرتبة الثالثة. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثانية تقسم الليل إلى 3 أقسام، وتقوم في الثلث في القسم الآخر ولا تنام بعده، خلاص تقوم ولا تنام، تقوم ولا تنام. مثلا الآن يعني بالتطبيق الحسابي والعملي كما مر معنا، غروب الشمس الساعة 26، طلوع الفجر الساعة 54:50، كم ساعات؟ 7، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 10 ساعات ونصف. 24 إلى 54 يكون نصف ساعة، 10 ساعات ونصف. نقسم هذه 10 إلى 3 أقسام، كل قسم يكون كم؟ 3 ساعات، 3 ساعات، 3 ساعات، 3 ساعات. كم سيكون المجموع؟ 3 زائد 3 زائد 3، كم سيكون؟ 9. بقي معنا ساعة ونصف. إذن نقسمها إلى 3 أقسام، كم سيكون؟ نصف. إذن 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف. اجمع 3 ساعات ونصف، 3 ساعات ونصف، كم سيكون؟ 7 ساعات. طيب من غروب الشمس احسبها، الساعة 26 غروب الشمس، الساعة 7، 8، 9، 10، 11، 12، 21، كم؟ 7 ساعات. بقي إذن تبدأ من هنا، من الساعة 21 يبدأ إيش؟ الثلث الآخر. هذا وقت النزول الإلهي الذي ينزل الله عز وجل فيه نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا هو الثلث الآخر، يبدأ من الساعة 21 إلى طلوع الفجر. مفهوم هذا؟ إذن هذا هو الوقت الثاني، المرتبة الثانية في أفضلية قيام الليل، أن تقوم من هذا الوقت في الثلث الآخر من الليل. قال: المرتبة الثالثة أن يصلي أول الليل أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل، أول الليل أو نصف الليل، في الجزء الذي يتيسر له من أول الليل، المهم أنه يكون من أول الليل. هذه المرتبة الأخيرة. ويدل عليها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. مشهودة أي أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا، وذلك أفضل أي صلاة آخر الليل. لكن من لم يستطع خاف ألا يقوم فإن الأفضل أن يوتر قبل أن ينام كما سيأتي معنا في حديث أبي ذر. قال وأيضا يحمل عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة، ثلاثة من الصحابة، أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة، كلهم أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة. قال فكل واحد رضي الله عنهم فكل واحد يقول أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله عز وجل حال هؤلاء وأنهم لا يقومون في آخر الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليقم أوله، فقال لهم أوتر قبل أن تنام. فالعبد إذا كان لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل فليوتر قبل أن ينام ولا يترك الوتر، ولا يترك الوتر. قال السنة أن يقوم ب11 ركعة. قال وهذا الأكمل لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. روى مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في الركعتين في روايات، أي في روايات 13 الركعتين الزائدة ما هي، هل هي من الوتر أو غير الوتر؟ قال لأن عائشة أخبرت بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، فقيل هما أي الركعتان في 13 ركعة هما سنة العشاء، وقيل المراد بهما سنة الفجر، وقيل هما ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل كما جاء في الحديث سيأتي. ورجحه ابن حجر رحمه الله، والأظهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع الوتر، فالغالب من وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ب11 ركعة، وكان يوتر أحيانا ب13 ركعة. وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة، أي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب11 ركعة، وفي بعض الأحيان يوتر ب13 ركعة. وصفة 13 ركعة كما في حديث عائشة يوتر ب5 لا يجلس، 5 ركعات لا يجلس، يصلي الركعة الأولى الثانية لا يجلس يقوم، الثالثة الرابعة لا يجلس يقوم، الخامسة يجلس، لا يجلس إلا في آخرها. يوتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرها، أي يصلي 8 ركعتين تشهد، ركعتين تشهد، ركعتين تشهد، ركعتين تشهد، 8 كل ركعتين لهما تشهد. أما الأخيرة ال5 ليس فيها إلا تشهد واحد. هذا هو الأظهر الذي يجمع بين الأحاديث. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.